مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من الملعب البلدي بمدينة القنيطرة مع فعاليات منافسات الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية إنوي لكرة القدم من خلال هذه المواجهة التي يستضيف فيها فريق النادي المكناسي هنا صلاح الدين أو الحارس صلاح الدين بشهاب. إذا أعطيت انطلاقة المقابلة 11 إسماعيل الحرشي رقم 21 يغير الاتجاه، تعود في وسط الميدان لصالح عناصر فريق المغرب الرياضي الفاسي والخطأ موجود. هذه المقابلة منذ موسم 2011-2012 هنا فرصة إمكانية، هنا الحارس في المكان المناسب رضا بوناكا كابتن الفريق كما قلت منذ موسم 2012. الصعود هنا انطلاقة من الجهة اليسرى، الفرصة الإمكانية لفريق المغرب الرياضي الفاسي يلعب بشكل جيد على دار الدفاع، يقع في المحظور ويتمكن المغرب الرياضي الفاسي من الحصول على ركلة جزاء مع بداية اللقاء. نقطة الانعطاف في المقابلة، نقطة تغيير جميع السيناريوهات هنا أمامنا في الصورة بطبيعة الحال بشكل جيد. هنا تصويبة رضا يا رضا وكل الرضا لأداء رضا في هذه المقابلة مع بدايتها. دخل في المقابلة بشكل جيد الآن من دون شك أن رضا بوناكا سيقدم مباراة كبيرة الكابتن وحمزة الجنتي. ضاعت الماس الركنية الآن، البحث عن الراسيات لكن مباشرة تعود من جديد المحاولة إمكانية ورسالة عند الجهة اليمنى والبحث عن التصويب من الخبشي. محاولة هدف أول لصالح فريق النادي المكناسي، يخرجها من فم الأسد أستاتي بهكذا طريقة وينقذ الماس. خطأ لصالح الكوديم، تلعب الكرة الآن لا زالت متواصلة المحاولة. صلاح الدين شهاب يطلق الشهاب ويرد على رضا بوناكا بتصدي جيد جدا في الكرة الماضية. الربجة في الكرة الثابتة عن الكرة لازال يواصل، تعود من جديد في الجهة اليسرى لبزار الذي يغير مكان الأجنحة. هنا الفرصة من بزار من جديد أو هذا الخبشي، والتمريرة كانت في اتجاه الديب الذي يبحث عن ذاته، يبحث عن الطريقة الأنسب من أن يدخل في أجواء البطولة الاحترافية لكرة القدم. هنا تدخل ممتاز من رضا بوناكا وبالتالي المشاهد اختاره المدرب رجل الاختصاص في الكرة الثابتة، لكن رضا بوناكا ثابت في أدائه على مستوى بداية هذا اللقاء. مراوغة جيدة من كانت ستكون مباراة أخرى بإيقاع آخر، فرصة إمكانية، خروج موفق لحارس المرمى صلاح الدين شهاب الرياضي الفاسي في المعترك. الكرة مرفوعة، الفرصة الراسية، لا زالت المحاولة متواصلة ورضا بوناكا الكرة يعلن فيها حكم اللقاء على خطأ. محمد الرضواني يلعب كورتو، هنا المتابعة تغيب، اللمسة الأخيرة تغيب والمحاولة زالت مستمرة. جولوس والكرة إلى خارج أرضية الميدان، حكم يشير لخطأ لكاس نادية أبطال إفريقيا أو رابطة الأبطال الإفريقية سابقا، عصبة الأبطال الإفريقية حاليا في تنفيذ لصالح الماس. تلعب الكرة الآن ترتطم بالجدار، الكرة مرت سلامات، كانت قريبة من أن تمنح هدف أول. وصفة التي بإمكانها أن تظل متواصلة من ناحية الأداء، وهنا الكرة محاولة لكن الخطأ يعلن عليه حكم اللقاء اليوم مع فريق القدام. لازال يبحث عن انتصار الأول. فرصة ديب زهير اعتقد الجميع أنه أصيب لكنه أتى يصيب بشكل جيد وينهي المهمة ويعلن عن بداية الحصة التهديفي لفريق النادي المكناسي الذي ظل في صيام ل4 جولات. الخامسة كانت ثابتة. زهير الديب ضربهم في مقتل بهكذا الطريقة في دار الدفاع. انه تم انتداب لاعبين يلعبان جنبا لجنب وبنفس الفريق مغرب رياضي تطوان. حقيتها برسميه. هناك كره لصالح الماس على مستوى الدقائق الاخيره، فرصه لا زالت متواصله لابعاد من التصحيح. تعود الكره من زهير الديب، زهير يقدم مباراه جيده وتسديد من جانب بطبيعه الحال محمد بزار. كره على العارضه الافقيه للمرمى. على تقدم الدقائق سيحاول الحفاظ على هذا الهدف الذي بامكانه ان يهديه الانتصار الاول على مستوى منافسه
زالت المحاولة قائمة لصالح الماس، وهناك سمة دفاعية. التغييرات التي قام بها مدربه فريق مغرب رياضي الفاسي المدرب جوجلي المؤارنة أشرف هرماش الذي يبحث عن الحلول في خط الوسط. حكم كان قريب من عملية، يشير إلى ضربة مرمى لصالح فريق النادي المكناسي. أمامنا في الصورة أشرف هرماش. مباراة الإياب في الموسم ما قبله كانت انتهت للمصر 3 أهداف مقابل شيء. هناك كرة فيها انطلاقة، خروج لحارس المرمى صلاح الدين شهاب. حكم يشير إلى ضربة مرمى على أنه النادي المكناسي يعتمد بشكل كبير في الدقائق على الهجمات المرتدة السريعة. كرة حكم ماذا يقول؟ ضربة خطأ لصالح حارس المرمى رضا بوناغا. سلامات لرضا. سقوط لاعبين، سقوط للحارس رضا بوناغا. فرصة الانعطاف، فرصة قتل اللقاء بالنسبة للكوديم. الكوديم تمريرة جيدة، والإنهاء كان بهكذا الطريقة من جانب البديل أسامة. يغير الاتجاه، كرة مرفوعة، هنا الفرصة خروج لصلاح الدين الشهاب. ينطلق اسماعيل يراوغ، فرصة للكوديم، فرصة، الخطأ موجود. البطاقة الصفراء ستكون حاضرة، البطاقة الصفراء ستكون حاضرة، وهي الثانية. اصفرت فاحمرت الجبلي. بطاقة حمراء مباشرة. هنا نتابع أم كان هناك تسلل أم الصورة التي شاهدناها بناء على الفار. هنا نلاحظ بطاقة حمراء مباشرة بالفعل، أو 5 مدافعين على مستوى المعترك ولاعبي الحائط. كرة مرت محادية لمرمى الحارس صلاح الدين شهاب. الكوديم، لأنه أصبحت هناك أخطاء على مستوى التمرير. فرصة للكوديم. خلاص انتهى الصيام. أنس المهراوي يتمكن من إضافة الثاني للنادي المكناسي. حسرة بطبيعة الحال لصلاح الدين شهاب الذي كان تواقا لأن ينتقل المنتخب الوطني المغربي، وهو قادم من انتصار رفقة الماس، لكن عزيمة. مع بداية اللقاء لاعبي فريق النادي المكناسي يحيون زملائهم من المدرجات في ظل غياب. المباراة لم تنتهي بعد. هدف في هذه اللحظات سيعطي فرصة العودة في اللقاء بالنسبة للمغرب أمام يوسف أنور. يوسف رضا، يا رضا، كل الرضا لرضا. في الدقائق المقبلة في صف فريق النادي المكناسي هنا فرصة تسديدة فوق المرمى. In a small village nestled deep in the woods there was a legend about a witch who practiced black magic. According to the tales passed down through generations, the witch had made a pact with the devil himself, granting her dark powers beyond imagination. The villagers lived in fear of her, never daring to venture into the forest alone for fear of crossing her path. One dark and stormy night, a young girl named Eliza ventured into the woods in search of her lost pet. As she wandered through the dense underbrush, she heard strange whispers and felt an eerie presence looming around her. Suddenly, she came upon a clearing where a hooded figure was performing a sinister ritual. It was the witch summoning dark forces with wicked incantations. Terrified, Eliza tried to flee, but she found herself paralyzed, unable to move a single muscle. The witch cackled as she approached, her eyes glowing with a malevolent light. She cursed Eliza, binding her to a fate worse than death. With a final chilling laugh, the witch vanished into the night, leaving Eliza alone and paralyzed in the dark woods. For days, Eliza lay immobile, her mind trapped in a state of terror and despair. The villagers searched tirelessly for her, but it seemed as though she had vanished without a trace. Meanwhile, strange occurrences began to plague the village. Crops withered, livestock fell ill, and unexplained shadows appeared in the dead of night. Rumors spread like wildfire, and soon the villagers realized that the witch's curse had befallen them all. The once thriving community was now shrouded in fear and darkness. Desperate for help, the villagers sought out a wise old sage who was rumored to possess knowledge of ancient magic. The sage listened to their plight and agreed to help, but warned them that breaking the witch's curse would come at a great cost. Undeterred, the villagers begged for his aid, and the sage set out to perform
a powerful counterspell. As the sage chanted ancient incantations, a fierce storm brewed overhead, and the ground trembled beneath their feet. The villagers held their breath as the ritual reached its climax, and suddenly a blinding light burst forth, dispelling the darkness that had plagued their village. When the light faded, the villagers found themselves in awe as they witnessed Eliza standing before them, her eyes filled with a newfound strength and resolve. The curse had been broken, and the witch's power was no more. From that day on, the villagers vowed never to speak the witch's name again, lest they awaken the dark forces that had once threatened their very existence. And as for Eliza, she became a symbol of hope and courage, a reminder that even the darkest of magic could be overcome with the light of bravery and perseverance. The legend of the witch and her black magic lived on, but the villagers knew that they would never again fall victim to its treacherous embrace.